مشاهدي قناة المغرب الكبير، السلام عليكم ورحمة الله. أعلن اليوم الجمعة مساء في الجزائر عن وفاة الرجل القوي في الجهاز العسكري الجزائري سنوات التسعينات، اللواء المتقاعد خالد نزار، عن عمر ناهز 83 سنة، وهي الحقبة الحافلة بالأحداث المثيرة والكبيرة المرتبطة بفترة مسؤوليته العسكرية. ويعتبر نزار أحد أهم رجالات المؤسسة العسكرية الجزائرية ذات الدور المحوري في صنع القرار والحكم في الجزائر، كما يعتبر الكثيرون المسؤول الأول عن تفجر الأوضاع الأمنية عقب إقدام الجيش على إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في بداية التسعينات القرن الماضي، وفازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة. وخلفت تلك الأحداث الدامية تلك الحقبة التي باتت معروفة بالعشرية السوداء، مقتل العشرات الآلاف وآلاف مختفين والمهجرين. ويتهم الجنرال نزار بالإشراف عسكريا وأمنيا وسياسيا على هذه العمليات، مما جر عليه متابعات وصلت حد إصدار القضاء السويسري في وقت لاحق من هذه السنة مذكرة اعتقال في حقه بسبب ما اعتبرته مشاركة منه وإشرافا على اختطاف وتعذيب مواطنين خلال تلك الحقبة. وكان الجنرال نزار قد اختار المنفى الاختياري بعد صعود الرئيس الراحل بوتفليقة لسدة الحكم في قصر المرادية، مما اعتبره كثيرون هروبا من الملاحقة والتضييق بسبب تراجع نفوذه واستقواء نفوذ بوتفليقة وشقيقه السعيد والجنرالات المناوئين له بعد انتخابات سنة 1999. وأصدر كتابات في باريس تضمن مذكراته الشخصية كشف فيها عن أسرار تخص تلك الحقبة ودور المؤسسة العسكرية فيها وفي الحكم في الجزائر، مما زاد من تعكير علاقته بالحكم في قصر المرادية حتى عاد للبلاد بعد صعود عبد المجيد تبون للحكم، شيء الذي أعطى مؤشرات على عودة الحرس القديم وفق تحليلات متابعين. وبوفاته يكون الستار قد أسدل على ملف شخصية مؤثرة صنعت وجودها بقوة الحديد والنار في مربع الحكم في الجزائر، وخلقت حولها هالة سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة، حيث كان يوصف كما هو الشأن الجنرال الآخر راحل مدين أو توفيق بأنه صانع الرؤساء في الجزائر، والتي تضع المؤسسة العسكرية كامل ثقلها لتلعب دورا محوريا وأساسيا في الحكم بالبلاد.